قطع الشجر كان ضرورة للناس هنا انهم يشيلوه من قدام بيتهم، عشان اللي بنشوفه ده ولو خانتنا الصورة وما بينتش عدد الشجر اللي مقطوع فهم تقريبا شجرتين كبار اتقطعوا من الجدر، كانوا عايشين لأكتر من 50 سنة. بيقولوا انك لما بتقطع الشجر درجة الحرارة بتزيد، الاشجار بتعمل بخار زي البخار اللي بيخرج من الكتل لما الشاي بتاعك يخلص مثلا، بس الفرق ان الكتل بيعتمد على التسخين، انما المية اللي بتخش في التربة بتاعت الشجرة ايا كان مصدرها ايه بتخلي ورق الشجر يخرج بخار ساقع بيعمل عملية تبريد ويخلي درجة الحرارة معتدلة، وبيعمل اكسجين في الجو بعملية اسمها evapotranspiration. والفكرة ان اي حد بيعمل فعل زي ده بيكون عنده سبب ضروري يبرر بيه، منهم مثلا ان الشجرة دي بقالها سنين كتير قوي وخايف انها تقع على البيت بتاعي، ورغم انه مش رد ساذج ولكنه في نفس الوقت مش صح. شجرة بنيان في مصر عايشة بقالها 150 سنة لحد دلوقتي من ايام الخديوي اسماعيل. طيب احنا عارفين الشجرة دي ومشهورة قوي يا سيدي وموجودة في الزمالك، ومش وارد تكون حالة نادرة يعني، عادي زي الاشخاص اللي بتعيش اكتر من 100 سنة. لكن ده كمان مش صحيح قوي. شجرة زي الجميز الحساني في المنيا كمان بقالها اكتر من 150 سنة وما حصلهاش حاجة لحد دلوقتي. لو تفكيرك زي في الموضوع ده فانت اكيد شايف ان انا كلامي منطقي، لكن لو تفكيرك زي المسؤول من الحي فهتعرض عليا انك تقطع الشجرة اللي موجودة قدام بيتي وكأنها جميلة او مساعدة منك ليا، وكأن المنفعة هتعود عليا وعلى الجيران. بس الشجر اللي بيروح للحي مش بيترمي في الزبالة، مش هيسيبوا الخشب والورق على الفاضي يتشمس، دي موارد يا باشا، احنا عايزين المكنة تفضل تدور. وحدث زي ده بالنسبة لنا متمنتج، مش هنشوفه على انه فعل مش اخلاقي لانه بيخدم غاية درامية اهم لكل انسان فينا. وده اللي فيلم نو اذر تشويس بيقوله بكل صراحة ووضوح بدون اي تجميل، بان الحقيقة ان الشجر بيتقطع كل يوم كل يوم حرفيا، وده شيء عادي اصلا في حياتنا اننا بنقطع الشجر. الورق متصنع من النباتات وكلنا كتبنا على الورق، وحتى لو في مننا ما بيعرفش يقرا او يكتب فاحنا ما نعرفش نعيش من غير ورق. كم واحد فينا بيشرب سجاير؟ طب بلاش دي، افتكر الحاجة اللي بتقولك اقرا لي دي يا ابني عشان تدلها على اسم دواء او اسم شارع. من غير الورقة ما كنتش هتعرف تترجم لها الرسالة، او ما كنتش هتعرف هي عايزة ايه اصلا. بيقولك يا حاجة اي حد يلاقي الست دي وديه. يوديني فين؟ الورق هو اللي بيعرفنا كمواطنين وبيخلي لينا وجود وهوية قدام المجتمع. كم واحد فينا بيقرا كتاب مقرر عنده في الجامعة او كتاب حتى هو بيحبه وكان بيدور عليه؟ فيلم نو اذر تشويس بيتكلم عن مدير مصنع للورق، ولكنه في نفس الوقت عايش في بيت مليان شجر، ودي حلاوة من على سن سكين. المخرج مش عاملها في اول مشهدين بس، لا دي حالة عايز يوصلها لنا في الفيلم كله. زي ما البطل عادي جدا ممكن يدردش مع انسان ويحسسه بالامان والحب وكأنه صاحبه، هو قادر يقتله ويدفنه تحت التراب. وبعد ده على طول نشوفه في مشهد شاعري بينه وبين مراته وهو حاضنها، حالة من الرومانسية والشاعرية ولكن في عمقها حالة سلبية، حالة من الشك، وممكن أقرب للإيمان بأن جوزها لو كان بريء حتى من التهمة اللي عليه فهو مشارك في حاجة غير إنسانية أو طبيعية. وده بان لما اكتشفت المسدس ولما كانت بتحفر في الجنينة بتدور وراه، وفي عينيها وهي بتشوف البوليس بيحقق معاه، وزي ما يكون في حاجز قدامها رغم وجودها في المشهد ولكنها منفصلة عن اللي بيحصل، هي في حتة وهم في حتة. والفيلم باين لنا انها ما عملتش معاه مشاكل كتير وخلى صراعها مع نفسها وعن كلام كتير جواها مخبياه عشان مش قادرة تواجه بيه واقع ان جوزها مجرم، فبقت بتهرب بالصمت وبالعالم الجميل اللي حواليها، العالم المثالي، البابل اللي متحوطة بالشجر. 이라고는 김야식밖에 모르는 인간한테 내가 사랑에 눈이 멀어서. فيلم نو اذر تشويس بيطرح تساؤل، هل مفيش اختيار اخر غير ان الانسانية تدمر نفسها بنفسها؟ احنا بنشوف شخصية عندها فكرة مش مجرد قتل لاجل فلوس، ولكنها مسألة طموح، مسألة اختيار، مفيش غيره. اشخاص محددين لازم يموتوا، سيستم مكون من 3 اشخاص في عقل البطل بس، وكل ده ليه؟ عشان في الاخر يرجع تاني يشتغل في المصنع، ولكنه مش زي المصنع اللي كان في اول الفيلم، انما مصنع متطور اكتر بكتير. AI한텐 불이 불필요하니까. 이제 롤을 몽둥이로 두드려 보는 시대는 지나갔다 이거지. ما كانش هيوصل له من غير ما ينتقم من أعدائه، ودي حالة أي انتهازي أو متسلق أو استغلالي. مجرم بينجح على حساب غيره وبيحقق ده في الآخر من غير أي محاسبة أو إنك تفش نص غلك حتى فيه، أو تحس إن في أي نوع من الإرضاء بإن اللي اتقتلوا خدوا حقهم. نهاية قاسية قوي على اللي بيتفرج، مش مريحة إطلاقا. وطبعا عشان السيستم يفضل شغال فلازم يفضل مكمل ويرجع يلبس بدلة وكرافتة عشان ده وقت تجديد عقود الموظفين من تاني.
تاني، وعشان كمان عايزين نصرف مرتبات، وعشان ده يحصل محتاجين ورق، فمفيش اختيار آخر غير مش هتعرف تعمل نهاية غير كده في مصر. مش بس عن فيلم نو اذر تشويس، ولكني كمان هتكلم عن فيلم البريء. فيلم البريء هو حدوته مختلفة كتير عن نو اذر تشويس، ولكن اختلافهم هو جوهر الحلقة دي. احمد سبع الليل شخص طيب وبسيط لدرجة ان ممكن حد يتحكم فيه ويغير له مفهوم الشر في عينيه ويقنعه ان هو ده الخير، وانه اللي بيضربهم وبيحبسهم دول هم الاعداء الحقيقيين. انا مش عاوز اذيك، انت حمار مش فاهم حاجه. مني فين؟ مني فين؟ يا عدو الله، الوطن يا كافر. نفس الفكرة اللي عند ليو مانسو، بس الفرق ان ليو مانسو في الفيلم كان عنده سلطة وكان متعلم. الظروف ما خلتوش جاهل، فهو اللي اقنع نفسه بالفكرة الانانية دي. انما سبع الليل مضحوك عليه ومصدق الاساطير اللي هم حاكينها ليه عن بشاعة الناس دي، فهو بالنسبة له هو بيدافع عن الوطن، دول كلهم مجرمين وارهابيين، ولكنه عقله زي ما قلبه برضه بيرفض انه حتة منه من البلد تكون من الاعداء. بيعترض وما ينفذش الامر، بيرفض الحقيقة اللي هم معودونه عليها، فبيكون هو كمان من الأعداء، وبيتحول من الجلاد للمجلود ويقتله جاره على ايديه بسم التعبان قدامه لحد ما بيرجع تاني، ولكن كفرد صغير قوي في السيستم، عارف الحقيقة بس في نفس الوقت متكتف ووحيد ملوش سلطة ومش مستوعب كم الحقائق والصدمات اللي عدت عليه في اللحظات اللي فاتت، فبيكون نهايته انه يصرخ صرخة يفضي بيها الكبت اللي جواه. لكن دي مش نهاية الفيلم. النهاية الحقيقية اتحذفت وما اتعرضتش غير مرة واحدة في سنة 2005 بقرار من وزير الثقافة فاروق حسني في المركز القومي للسينما تكريما لأحمد زكي. النهاية اللي حصلت انه بعد الصرخة دي مسك البندقية وضرب في المليان وخد حقه من الضابط اللي قتل قريبه المسؤول، لحد ما مسك الناي اللي كان ملازمه في طريقه طول الفيلم وبيعزف عليه عشان يورينا حالة شاعرية ودموية في نفس الوقت، يتقتل ويموت ويقع الناي اللي كان بيعزف بيه جنب البندقية. ده من أجمل اللقطات اللي عملها عاطف الطيب في تكويناته، آلة موسيقية وآلة حربية في كادر واحد. الكذب والخداع لسنين بتكون نتيجته انفجار عبثي مش على شخص بعينه بس، ولكن على المكان ككل وتفكيك وحدة المجتمع اللي فيه. وده اللي حصل ان بعد ما احمد سبع الليل مات، الضابط اللي قتله ساب المكان واختفى تماما، فالكبت اللي خرج من احمد سبع الليل ما كانش صرخة وبس، ولكنه ثورة نتج عنها الموت والتفرقة والعبث، لانها خارجة من انسان بسيط مصدوم مضحوك عليه ومخدوع لسنين كتير. انا لما ابتديت المهمه كنت قادر اشوف كل حاجه بوضوح، ابتديت احس ان انا بشوف الصوره من ورا لوح ازاز، لدرجه ان انا ما بقتش شايف اي حاجه، صوره ضبابيه، الذكريات اختلطت مع الاحلام مع الاوهام مع الحقائق. وللصدفة الغريبة ان السبب في حذف النهاية دي من الفيلم كان انها مش مناسبة في الزمن اللي هتتعرض فيه، ودي كانت فكرة متفق عليها من وزير الدفاع المشير عبد الحليم ابو غزالة ووزير الداخلية كمان ووزير الثقافة وقتها. طب لو هو ده السبب في منع النهاية، هل بعد الافراج عنها وعرضها في 2005 اصبحت كده امر واقع المفروض نقبله؟ فما كانش فيه اختيار اخر غير ان النهاية تكون صحراء فاضية فيها بواقي من عوامل الحياة، عربية، مباني، شجر، بس البشر مش موجودين. فدي اخر لقطة حرفيا وهو بيقول لنا سلام عليكم. يعني دي نهاية عالم فيلم البريء. يعني اللي حصل قبل كده هو جزء من النهاية، ولكن النهاية اخر معلومة عينينا بتشوفها. النهاية اللي ما اتحذفتش، اللي فضلت موجودة وما بيطردش غيرها لحد دلوقتي، هي النهاية الاولى. ليه
ومش هتعرف تعمل فيلم نهايته غير كده في مصر، عشان في خوف من المواجهة، في شعور بين ناس كتير ان اغلب الافلام اللي بتتشاف في السوق التجاري مسروقة من بره وشخصياتها نمطية ومش صادقة في تعبيرها عن الانسان المصري. الفكرة اننا حتى بنهرب من المضمون، بنجري ورا الشكل جري، وان الصورة تبقى متلمعة وباين ان فيها صرف، عشان اهم حاجة منظرنا قدام العالم، ولكن مش بيكون في حاجة حقيقية ورا ده، فللأسف بيكون اثره عكسي وعبثي. وده السبب الرئيسي اللي بيخلي مفيش اي فيلم مصري يترشح لاي جايزة من جوائز الاوسكار حتى، زي ما استاذ حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة الدولي بيقول. لأنه مستوانا غير لائق. لما بنيجي نقول هنروح الأوسكار وهنبعت الأوسكار، إحنا اللي اخترنا. رئيس لجنة التحكيم راح يتفرج على الأفلام، بعد 10 دقايق يكلمني رئيس لجنة التحكيم عايزك تيجي ضروري. رحت بيتفرجوا على فيلم مصري، طلع لي الراجل بره الصالة قال لي الفيلم ده بتاعي، قال لي ده الفيلم ده بتاعي وبنقول الصدفة كمان ان فيلم نو اذر تشويس ما ترشحش للاوسكار، ومعنى انه ما ترشحش فهو ما دخلش الشورت ليست، القائمة اللي فيها الافلام المترشحة، فما فيش حاجة واضحة هتخلينا نعرف ليه هو ما اتقبلش. لكن المثير للاهتمام ان كوريا الجنوبية ردت رد روش من اسبوعين بالظبط ببانر كبير بيقول فيه للاكاديمي if your consideration fuck your consideration. متشكرين يا ريس. وان الفيلم متفوق على بقية الافلام. اكيد احنا ما نعرفش السبب وراء عدم ترشيح الفيلم ده من الاساس، ولكننا متأكدين انهم وصل لهم رد من الرفض ده. واحنا طيب افلامنا وصلت لهم ايه؟ فقلت له طيب انا ليه رجاء عندك من فضلك يعني اتفرج على الفيلم وخلاص عديه فضلك يعني ليه تقول وخلاص يعني، بس ما تعملي مش عايز شوشره.